أهلًا، إزيك يا نجم؟ في حاجات كتير بنعملها على الرغم إن إحنا فعلًا مش محتاجينها دلوقتي، حاجات كتير بنعملها لمجرد إن إحنا قد نحتاجها بعدين، بس هل تفتكر فعلًا هنحتاجها بعدين؟ في مبدأ على الرغم من إن هو اتولد في مجال تطوير البرمجيات، إلا إن الحقيقة إن أنا شايف إنك محتاج إنك تتعود عليه أيًا كان مجالك. خليني الأول أحكي لك حدوتة المبدأ ده وبعدها هاقول لك أنت ليه محتاج إن هو يكون جزء من تفكيرك وأنت شغال. كان في فريق من المطورين هيعرف فيما بعد بفريق XP أو اللي هي اختصار لExtreme Programming. كانوا شغالين على مشروع، وكان من عادة الفريق ده إن هو لما بيتنقل من مشروع لمشروع بيروحوا معزله كل شنطة العدة بتاعتهم فيها كل الهيلبر ميثودز على كل الكلاسز على كل الفيتشرز وأي حاجة تانية هم شايفين إن هم ممكن يحتاجوها قدام في المشروع، لحد لما جه واحد من الفريق اسمه رون جيفرز سنة 1999 ولما فاض بيه الكيل من كمية الحاجات اللي بيكتبوها وهم فعلا ما بيستخدموهاش، فقرر إن هو يحط مبدأ يكون الهدف منه إن أنت ما تعملش الحاجة إلا لما فعلا تحتاجها مش لما تتنبأ إنك ممكن تحتاجها. فبقى أي حد من الفريق لما يروح له يقول له يا عم رون هنحتاج نعمل كذا، يقول له you ain't gonna need it. يا باشمهندس احنا هنحتاج نعمل ده لما نوصل للمرحلة كذا، يقول له you ain't gonna need it. ومن هنا يا صاحبي طلع مبدأ يجني. في نفس السنة جه أحد أعضاء نفس الفريق اسمه كنت بيك وقام موثق كل رحلة التطور الفكري اللي عدى بيها الفريق أثناء عمله في المشروع ده ونزله في كتاب اسمه Extreme Programming Explained. الكتاب ده هنعدي عليه كتير لأن هو فيه مبادئ كتير مهمة غير يجني. صحيح لو كنت قريت الكتاب قول لي إيه أكتر شابتر أثر في شغلك، ولو ما كنتش قريته فما تستعجلش لأن هنغطي تقريبا كل المبادئ اللي في الكتاب ده في السلسلة دي. هو صحيح كنت غير المقولة في الكتاب وخلاها تبقى أكثر رسمية، خلاها you aren't gonna need it. مبدأ يجني وكل المبادئ التانية اللي كنت حطها في الكتاب كلها اتولدت من الشغل العملي، ما اتولدتش من النظريات. فريق اكس بي اللي هو أعضاء عبارة عن رون وكنت ومعاهم فرد تالت كان اسمه وارد كونينجهام، كانوا شغالين مع فريق داخلي في شركة كريزلر لصناعة السيارات كان اسمه C3 أو الاختصار لكريزلر كومبريهنسيف كومبنسيشن. والمشروع اللي هما كانوا شغالين فيه اللي طلع كل المبادئ دي كان هو المشروع الخاص برواتب والتعويضات الخاصة بموظفين الشركة. نظري حلو، بس هل يا ترى ده ينفع في شغلنا؟ طبعًا أكيد، لو بدأت فعلًا تتعود على تنفيذ المبدأ ده وبقى جزء من تفكيرك في الشغل، حاجات كتير جدًا هتفرق معاك، وخليني أقول لك 3 محاور. المحور الأول إن أنت لما تبدأ ما تنفذش المبدأ ده، هتلاقي نفسك إن أنت بتضيّع وقت كتير جدًا في تطبيق حاجات أصلًا ما لهاش علاقة بالtask بتاعك، ما لهاش علاقة لا بالمدخلات ولا بالمخرجات الخاصة بالtask، فهتضيّع وقت كتير على الفاضي. المحور التاني إن أنت طول ما أنت شاغل بالك بشنطة العدة وعمّال تنقّلها معاك في كل حتة، هتبقى على طول واخدة حيّز من اللاوعي بتاعك، أي task هتبقى بتعمله هتبقى لا إراديًا بتفكّر إزاي تربطه بالحاجات اللي موجودة في الشنطة، حتى لو فعليًا مش هتستخدمها، هتقعد تعمل كده لحد لمّا تنساها، وأول ما تنساها يا صاحبي ده هييجي وقت المحور التالت، إن أنت دلوقتي عندك الproject بتاعك أو الtask بتاعك أو الشغل بتاعك أيًا كان هو إيه، عمّال يتنقل من مكان لمكان لمكان، وفي حاجات أصلًا مش مستخدمة وعمّال يتبني عليها. شوية كراكيب موجودة في الproject وعمّالة تروح من حتّة لحتّة وبيتبني فوقيها، فهيبقى صعب جدًا بعد كده إن أنت تعمل أي maintenance، هيبقى صعب جدًا بعد كده إن أنت تقعد تحفّر لحد لمّا توصل للكراكيب دي علشان تشيلها، فيبقى من الأساس دخّلت حاجات في الproject بدون أي لزوم. هي حاجات ممكن نكون متعودين عليها، بس شوية بشوية هنغيّر الفكر علشان ننجز التاسكات أسرع وأكفأ. دي يا صاحبي حدوتة يجني. التلات الجاي إن شاء الله هيكون معانا مبدأ تاني برضه مهم جدًا لازم يكون جزء من تفكيرك وأنت شغال. فما تنساش إن أنت تشترك وتفعل الجرس عشان ما توش منك والحلقة الجاية توصلك في ميعادها يوم التلات. أنا عادل مصطفى، أشوفك قريب.